يا مساء الفل والجمال على الحلوين. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو موضوع الخرزة الزرقاء اللي شاغل ستات كتير ورجالة برضو كتير، اللي دايما بيخافوا من العين والحسد وما يعرفوش ان دايما المواقف والاحداث بتقف لهم بسبب تصرفاتهم. وطبعا الحسد مذكور في القرآن، بس دايما يعملوا لك خرزة زرقاء. يلا بينا. الخرزة الزرقاء ده يا جماعة عبارة عن مجموعة سيدات أو رجال دايما يعني بيحسوا ان هم محسودين، وان الناس دايما بصلهم، وان حياتهم مش ماشية بسبب العين. طب ما تيجوا يا جماعة مع بعض نشوف أفعالنا وتصرفاتنا، هل هي تستحق الخرزة الزرقاء ولا ما تستحقهاش؟ اول حاجه لما تكوني مثلا محجبه او محتشمه ومداريه شعرك، ما ينفعش ان انت مثلا تفتحي باب الشارع لحد بتاع الكهرباء بشعرك، نجار، سباك، تقعدي قدام مثلا جوز اختك، اي حد غير محلل ليكي، وتيجي تقولي مثلا عندك مثلا طالعه عمره وفجاه العمره وقفت لك، وفجاه تقولي ايه ده حسد، ده عين عشان اتكلمت. لا، ده كده نستحق الخرزة الزرقاء وراح حاطه خرزة زرقاء. لا، ده مش الخرزة الزرقاء، ده هي تصرفاتك. واحدة تانية تبقى بتتكلم في التليفون بالساعات، يعني انتوا عارفين الشعب المصري يعني 3/4 بنحب المكالمات في التليفونات، بس انا طبيعتي من نوع مثلا ايه، ما تتكلمش معايا في التليفون كتير، بس انزل شوفني. بتنم على دي وتتكلم على دي وتوقف حال ديت وتعمل مشاكل ما بين دي وما بين دي. فجأة نزلت الشارع لقيت عربيتها مخبوطة، ده انا محسودة، لا ده انا لازم احط الخرزة الزرقاء. لا، ده ما هياش الخرزة الزرقاء، دي تصرفاتك اللي انت بتعمليها لما كنت بتتكلمي على فلانة الفلانية اللي وقفت لها موضوع او حوار كان خير ليها، او اتكلمتي على سمعة حد، او اتكلمتي في حق حد بالغلط، وبعد كده ربنا راح مجازيكي وعمل لك العربية لما نزلتي وشفتيها في الشارع. فما ترجعيش تقولي الخرزة الزرقاء دي تصرفاتك انتي. الراجل اللي بيتجوز على مراته، واحدة زميلته معاه في الشغل عرفي طبعا، لان الجوازات العرفي المنتشرة دي دلوقتي، وبعد كده يجي بعدها بشهرين يلاقي نفسه مفصول من الشغل. طب ما انت اصلا ما بتعبرش مراتك اللي هي ام ولادك، وما بتكلمهاش باسلوب محترم، ما بتخرجهاش، ما بتديهاش حقوقها، وبعد كده رحت دورت على واحدة زميلتك في الشغل واتجوزتها عرفي، فبعد كده انت ليك حق ان انت تتفصل من الشغل، مش الخرزة الزرقاء. الست مثلا اللي تبقى داخله مول وبيبقى جمع موجود جوه المول والاذان بيدن عليها، فجاه تروح البيت تلاقي مثلا في حريقه في الشقه. لا، هو ما هواش برضو بسبب الخرزه الزرقاء، ده بسبب ان انت سمعتي الاذان وتكسلتي عنه وما رضيتيش في وقتها تقومي تصلي. هو ليه يا جماعه ربنا بيبتلينا؟ ربنا بيبتلينا عشان يطهرنا من افعالنا وذنوبنا. فدايما ما نعلقش مواقفنا واخطائنا على ان احنا دايما محسودين، او دايما مقرور علينا، او احنا لازم نحط الخرزة الزرقاء في كل مكان، في العربية وفي البيت وفي كل مكان، ونسيب تصرفاتنا الغلط اللي احنا بنعملها. البنت الشابة الصغيرة اللي عارفة ان صاحبتها هتتخطب وتروح توقف لها الجوازة وتكلم خطيبها واهل خطيبها، وتقعد تتكلم على صاحبتها عشرة عمرها اللي اكله معاها عيش وملح، وتوقف لها الجوازة، وسنها بعد كده يكبر وتقول انا ليه لغاية دلوقتي ما اتجوزتش؟ انت ما اتجوزتيش علشان انت ما بتحبيش حد وما بتتمنيش لحد الخير، وبتقفي دايما للناس في جوازاتهم، عشان كده ربنا ابتلاكي وخلاكي ما تتجوزيش لغايه دلوقتي. وده برضو ما بيبقاش متعلق بالعين والحسد والخرزه الزرقاء، ده متعلق بتصرفاتك انتي. فدايما ما تعلقوش كل حاجة في حياتكم على انكم انتوا محسودين او مقرور عليكم او الناس بوصلكم. طبعا انتوا لازم تاخدوا حذركم من المواقف دي، لكن في الاول وفي الاخر كل بني ادم ربنا بيبتليه عشان يطهره، ومش لازم تكون كل حياتنا بسبب العين. يا جماعة نراجع تصرفاتنا، نراجع اخطائنا، نراجع مواقفنا مع الناس، عشان بعد كده لما حاجة تقفلك او تعطل ما تقوليش عليها الخرزة الزرقاء.
الست اللي تبقى متجوزة وجوزها معاها في البيت وعايش معاها وبيديها مصروفها، والراجل برضو المتجوز، ويعرفوا بعض ويعملوا مع بعض علاقة حب وصداقة، وبعد كده يجي مثلا ربنا يبتليها بمرض، او ربنا يبتليه هو برضو بمرض، وتقول اصل ده كان بسبب العين والحسد. لا، ما هوش بسبب العين والحسد، ده بسبب تصرفاتك. فعلشان كده دايما ما تعلقوش اخطائكم على الخرزة الزرع. المجتمع بقى صعب، وبقينا نشوف بلاوي كتيرة قوي قوي بصراحة، حوادث ومواقف وحكايات وقصص للأمانة صعبة، تلات ارباع الشباب والبنات مفيش مراعاة لربنا. فيا جماعة الفيديو ده معمول عشان اقول لكم ان انتوا دايما ما تعلقوش اخطائكم على ان انتوا محسودين او مقرور عليكم. لا، دايما فكروا في مواقفكم، في اللي انتوا عملتوه في غيركم. اللي ماشي صح هيلاقي الصح، واللي ماشي غلط هيلاقي الغلط. ففي نهاية الفيديو ما تنسوش يا جماعة تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، وهنتكلم مرة جاية في مواضيع مهمة جدا جدا جدا.